اوعى تسمع الكلام اللي بيضل، اوعى تمشي وراهم، اوعى تديهم فرصه يضحكوا على عقولك. امبارح الخاين المقاول محمد علي وغيره طلع امبارح على السوشيال ميديا بيقول ايه بقى؟ احنا عاوزين نكرر نفس اللي حصل يوم 30/6. بيقول لك ابداوا انزلوا، كل واحد ينزل قدام بيته، ومن اول ما تتجمعوا قدام بيوتكم روحوا على الميادين. ليه يا عم محمد علي؟ عشان البلد تقع، عشان هو عاوز يقبض، عشان بيقبض على كده. هو شكله ضارب له كاسين وهبت منه ومفكر ان الناس خلاص عقولها ساحت. لا، احنا همنا مش اكل وشرب يا عم محمد علي بس، احنا همنا الوطن. احنا بنخاف على الوطن وبنخاف على البلد. يحيى جيش مصر، يحيى شعب مصر. فوقوا للناس دي يا جماعه، والله الناس دي ما بتحبنا. قسما بالله محمد علي ده لو بيحبنا ما كانش قال كده، كان قال حاجات تانية. كان قال اقفوا جنب البلد، اقفوا جنب الجيش، اقفوا جنب الرئيس. كلكم شايفين الحوارات اللي بتحصل حولنا في الشرق الاوسط وعارفين اللي بيحصل، وكله متابع الاخبار. ما فيش حد تايه عن اي حاجه بتحصل. قسما بالله ما بيحبنا. ده لو بيحبنا بجد كان يقول لكم خافوا على البلد، اقفوا جنب الرئيس، اقفوا جنب الجيش. امال شوفوا بيقولوا ايه؟ انزلوا. ننزل نعمل ايه يا محمد علي؟ ننزل نوقع البلد؟ لا، احنا مش هنوقع البلد، احنا هنقف جنب الجيش والرئيس يا محمد علي. واللي زيك انت معتز مطر ومحمد ناصر، انتوا خاينين بتقبضوا علينا بالدولارات فوقه. اوعوا يضحكوا عليكم، قسما بالله بيضحكوا علينا. فاكرين عقولنا دي شكل الشخشيخه في ايدهم. لا، احنا مش شخشيخه، احنا هنطلع اذكى منكم، واحنا فاهمينكم والشعب المصري فاهمكم. لا يا محمد علي، احنا مش هننزل، احنا هنقف جنب الرئيس. تحيا الرئيس السيسي، الراجل ده كويس مش وحش يا محمد علي. سيبك من اي حاجه جواك انت بقى، مصلحه شخصيه ليك بقى عشان انت عاوز تقبض بالملايين الدولارات. اقبض زي ما انت عاوز تقبض، خليك كده متغرب كده خاين. انت لو جدع طب تعالى مصر، لو انت على حق تعالى مصر. ما بتجيش مصر ليه؟ خليك كده خاين مطارد كده عشان انت على خطا خطا خطا. ومعتز مطر وامثاله وجميع القنوات اللي بيطلعوا يدلوا الشعب يدلوا على خطا فوقه. قسما بالله ما حد هيخاف على مصر ولا يحافظ على مصر غير ولادها وغيرنا احنا، مش هم لو بيخافوا على البلد والله ما هيقولوا لنا كده. والله الوطن ده غالي، لو ما هوش غالي قسما بالله ما كانش قال ربنا اللي يستشهد في سبيل الوطن داخل الجنه. الوطن غالي، محدش هيخاف على مصر ولا يحب مصر غير ولادها احنا. خاف على اختك، خاف على اختك، خاف على امك، خاف على بنت خالتك. خاف خاف خاف. محدش يحافظ على امك وعلى ام غيري وغيرك. والله هم بيضحكوا علينا، عاوزين يضلونا. والله ما حد هيخاف على الوطن غير ولادها الشرفاء الوطنيين اللي بجد. تحيا مصر، تحيا السيسي. والله العظيم الراجل السيسي ده عمل حاجات كويسه يا جدعان. قسما بالله الراجل ده كويس والله، والجيش كويس والشعب كويس. احنا بلدنا حلوه، بلدنا جميله، بلدنا حلوه والله. بس نبطل نسمع القنوات المضله دي، العقول دي اللي بيضحكوا على عقولنا يا جدعان والله. طب حاجه بسيطه جدا اهي، اللي بيطلعوا يتكلموا في القنوات دي وعاوزين يدلونا دول حاجه بالعقل. طب ليه ما بيخلوش جوه عندنا كده، جوه نفسنا كده دافع، يقولوا لنا ايه؟ اقفوا جنب رئيسكم، اقفوا جنب جيشكم، حافظوا على البلد، اشتغلوا، اتعبوا، اجتهدوا عشان توقفوا البلد. على فكره الاقتصاد كله واقع وهم عارفين كده، مركزين بس يقول لك ايه ده مصر مش عارف ايه، ميه النيل، ميه النيل ايه اللي خيبه؟ ميه نيل ايه؟ انت بتقبض بالدولارات. محمد ناصر ده قبضه في الشهر كام؟ يعدي ال 20,000 دولار، ما يعادل مبلغ ايه. غيره معتز مطر، محمد علي الله اعلم مين بيموله. وانتوا عارفين مين اعداء الوطن ومين بيحب الوطن ومين بيخاف على الوطن. احنا مش هنفتح عقولنا ليهم والله، عشان الناس دي بتدلنا والله. محدش هيحافظ على امك وامي غير انا وانت، محدش هيحافظ على اختك واختي غير انا وانت. الحمد لله الرئيس عبد الفتاح السيسي معايش البلد في امن وامان والله. حارب هناك الارهاب في سيناء، قضى عليهم قبل ما يتوغلوا هنا، قبل ما نسمع ان في تفجير ولا في اغتصاب ولا امي ولا امك مش عارف ايه. اعداء الوطن دخلوا نهشوا في لحم ام وامك. محدش هيخاف على ام وامك والله العظيم قد الناس الشرفاء الوطنيين. خاف على البلد وحب البلد. والله العظيم البلد حلو، مصر حلوه والله، ومصر ام الدنيا فعلا والله. مصر حلوه يا جدعان، وجيشنا عظيم والله قوي، والحمد لله الرئيس عبد الفتاح السيسي قوى الجيش. طب انت عارف اول امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي قنوات عبريه، والله قنوات عبريه متابعيننا خايفين مننا، طالعين بيقولوا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوي دفاعاته الجويه. ليه؟ خايفين مننا، متابعيننا. اعرفوا ان احنا جيشنا قوي، لينا مكانه، ورئيس قوي والله بيهبوه. الرئيس حسن علاقاته مع الصين، بقت علاقات جيده جدا. الرئيس حسن علاقاته مع روسيا، بقت علاقات جيده جدا. والدولتين دول دولتين كبار مش صغيرين على فكره. كل اللي بيكره مصر هتلاقيه بيكره الصين وبيكره روسيا. ليه؟ زي محمد علي ومعتز مطر، عشان هم تبع الاعداء. افهموها بقى، افهموا اللعب. المفروض الكلام ده يغير فكره المشهد السياسي كله من دماغك. اقعد مع نفسك دقيقه كده، شوف مين بيحب البلد ومين بيخاف على البلد.
اقعد مع نفسك كده واحسبها صح، هتلاقي ان الناس دي صح قسما بالله. الجيش صح، الرئيس عبد الفتاح السيسي صح، والقنوات المضلة خطأ. ما تسمعوش كلامهم والله، والله ما تسمعوا كلامهم. تحيا شعب مصر العظيم، تحيا جيش مصر، تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا ينصرنا على أعدائنا يا رب. كلكم عارفين مين أعدائنا، وكلكم فاهمين كويس جدا هم عاوزين ايه وأهدافهم ايه. الإعلام اللي بيضلنا ده، هم بيشنوا هجوم علينا بالإعلام ده، والله بيدفعوا لهم فلوس، عاوزين يغيبوا عقولنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل أعداء الوطن. تحيا مصر، تحيا مصر، يحيا جيش مصر العظيم، يحيا شعب مصر العظيم، يحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. السلام عليكم.